يمكن دي كانت في نهايه المكالمه، لكن انا كنت بسال كريم في بدايه المكالمه، فهو بيقول لي انا بصراحه كده، قال لي انا كنت قاعدين انا وكان خالد عبد المنعم اعتقد بتاع، فحضرتك جالك مكالمه من حازم كصديق يعني. فانت رجعت قلت لهم غريبه، حازم مش عايزني اقول ان انا يعني في لعيبه من الزمالك هيروحوا للاهلي، فهو بمعناه يعني ان هو كريم، انت قلت له ما تقولش كريم عشان هو عرف فجاه يعني، فقال له ما تقولش اعلاميا. فكريم قال لي انا مش عارف، اتضايقت شويه كده، قلت اقول مع ان الاستاذ كامل ابو علي قال لي ما اقولش، هو قال كده على الهوا. ف فطلع بعد كده الكابتن حازم الهواري مع المهندس عادل القيعي وقال له الكلام ده ما حصلش، حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وكنت بقول له ودي اللعيبه الاهلي، ودي لعيبه الزمالك، بس اصبر شويه ما تعلنش عشان ما تزيدش الفجوه. حضرتك احكي القصه. زعلان هو من كريم انت؟ ها؟ طبعا. تمام، اتفضل. لكن طبعا زي ابن كريم يعني، اه ربنا يخليه لابوه العظيم حسن شحاته يعني. ده انسان يعني ربنا يزيد مصر من امثاله، لان فعلا من الناس المحترمه جدا، واللي فرحتنا اللي صح. فرحتنا كتير جدا جدا جدا. تمام. لا هو يعني طبعا علاقتي مع حازم الهواري علاقه يعني من مده كبيره جدا جدا يعني. واحنا يمكن بنتكلم مع بعض يمكن في الاسبوع اكتر من مرتين ثلاثه. لسه النهارده بنتكلم مع بعض يعني، علاقتنا مع بعض كويسه قوي قوي يعني. حازم يمكن خوفه عليا، وحازم يتمنى ان في يوم وليله ان العلاقه تكون ممتازه جدا بين الاهلي والمصري ومصر والاهلي يعني. كل واحد يعني زي ناس كتير جدا، ناس كتير جدا في البلد محترمين عاوزين ان الامور ترجع ما ترجع لمجاريها طبيعي بالظبط. تمام. فهو بيقول لي كامل انت اعلنت النهارده ان او سمعت هتودي ان هتودي 4 لاعبين للزمالك. فقلت له اه. قال لي بص وديهم، بس يعني ايه ما تعلنش دلوقتي عشان العلاقه مع النادي الاهلي ما تبقاش علاقه يعني ما تزيدش عن كده يعني، ما يعني مفهوم تاني. فده اللي حصل. طب فبعد كده اقول لك حاجه اتكلمت بس معاه. عشان انا مش مقتنع بيها، هقول لحضرتك ليه بقى. طب ايه الفرق ان حضرتك تعلن دلوقتي او بعد شهر؟ يعني لو بعد شهر العلاقه هتبقى حلوه لو اعلنت، ولو لا اعلنت يعني دلوقتي هتبقى مش وحشه، يعني قصدي لا يمكن الا ممكن ايه يعني مثلا وجودنا في المغرب مع بعض مع نادي الزمالك انت فهمت يعني قصدي؟ ممكن يعني كده يعني بس يعني ده موضوع يعني يعني انت لو وديت 5 لعيبه هتزيد الاحتقان ليه؟ اساسا الموضوع فكره وجود لعيبه من المصري او لعيبه من الاهلي للمصري او مصري الاهلي في الوقت ده صعبه يعني. لا طب افرض مثلا الاهلي طلب منك بمنتهى الصراحه، طلب منك انا عايز 2 3 لعيبه السنه الجايه يلعبوا معايا في بطوله افريقيا، تقول ايه؟ والله العظيم انا اول واحد همد ايدي. انا على نفسي كامل اه اول واحد هيمد ايده مع النادي الاهلي. بس نقعد مع بعض و يعني انت حضرتك ما عندكش اي مانع، ما عنديش اي مانع نقعد بس هو مع النادي الاهلي. التخوف من الجمهور المصري لا والاهلي لا مش بص والظروف بص دلوقتي. الجمهور برضو ليه كبير وممكن نتكلم معاه وممكن نفهم الناس وكل شيء يعني. انت في الاخر انا بعمل اي حاجه مع عشان مصلحه النادي بالظبط. يعني. لان برضو زي ما اللعيبه هتروح الزمالك وتلعب في افريقيا، لو راحت الاهلي هتلعب في افريقيا ان شاء الله. انا بالاهلي بقول لك ايه ان شاء يصعد الله على حساب مالي لو يعني ان لو شاء النادي الله، الاهلي والزمالك يصعد والزمالك على حساب المغرب يعني ان شاء الله. لو الزمالك ان شاء الله خد 4 لاعبين من عندنا ولعبهم، صدقني انا يمكن احضر كل المباريات. هبقى فرحان جدا بيهم. هبقى فرحان بالزمالك. احنا عاوزين خالد في نهايه كل الكلام بتاعنا عاوزين نشيل التعصب والعنف اللي بيننا اللي مودينا في داهيه.